السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اعملوا متابعة القناة ودوسوا لايك. النهارده يا جماعة بعمل أكلة أنا ما باكلهاش وما بحبهاش. أنا باكل المكرونة عادي، بس المكرونة دي أنا ما بحبهاش خالص. علاقتي بيها كده زي علاقة حد مطلق مراته. ما بحبهاش، بس أنا مضطرة أعملها طبعا عشان أنا عندي عيلة بيحبوها. طبعا اللي عندها عيلة بتبقى فاهمة الموضوع ده، إن هي تقف تطبخ أكلة هي ما بتاكلهاش. أنا في حاجات كتير جدا بقى بطبخها على فكرة أنا ما بحبهاش، بس يلا. عايزين مكرونة سباكيتي، قمت جاية بقى أعمل شوية كده وسلقنا كام بيضة وبطاطس ومش عارفة وهنا بقى كلت أي حاجة تانية. عايزة بس أقول للناس اللي معايا حاجة، إن يبقى ابنِك شقي زيادة عن اللزوم، ما تفرضيهوش على الناس. يعني أنتِ رايحة مكان، رايحة عند أختِك، رايحة عند سلفتِك، رايحة عند عمتِك، رايحة عند مرات أخوكِ، ما تفرضيش ابنِك على الناس. ابنِك شقي اقعدي في بيتِك، أو مثلًا ما تبرّريش، يعني عمّال يكسّر وعمّال يبهدل وعمّال يعمل. يقول لِك ابنِك عمل، أصل ابني عنده فرط حركة، أصل ابني عنده، أصل ابني عنده. ما اروحش أقرف الناس يا حبيبتي، اقعدي بابنِك في بيتِك، أنا باقول لِك ربنا يشفي. وبعدين مهما يكون لازمًا تبقي محفّظة العيّل عيب، ما يصحّش، قولي له عيب. يعني برضه دايمًا خلّي كلمة عيب دي قدّامه عشان يفهم إن هو بيعمل حاجة غلط. ما تبرّريش، أنتِ تبريرِك ليه هيقلب عليكِ أنتِ بعدين. يعني ما تروحيش عند الناس قاعدة مثلًا عندهم قرفاهم كمان بابنِك، عشان أصل ابني عنده، أصل ابني بيحب يستكشف، أصل بيحب يستكشف في بيتِك ويعمل في بيتِك ويتعفرط في بيتِك ويعمل. ما تفرضيش ابنِك على الناس، أيًا كان الناس دول، ولا أهلِك ولا أهل جوزِك ولا عمتِك ولا سلفتِك ولا مرات أخوكِ ولا صاحبتِك ولا جارتِك ولا أي حد، لإن ما حدش هيطيقه. يعني كل واحد طايق نفسه وطايق عياله بالعافية. فهاتي الكلمتين دُولة تخلّي بالِك منهم وتحطّيهم حلقة في ودنِك، يعني بلاش، يعني عشان تبقي ضيفة خفيفة لطيفة ونحب قعدتها.